يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ فيديو جديد باذن الله يعجبكم. ترتيب مشتريات المطبخ من يعني البقوليات بقى والرز والمكرونه والحاجات كنا محتاجينها في المطبخ، وكمان شويه منظفات كده. هقول لكم شويه افكار حلوه باذن الله هتعجبكم باذن الله في الفيديو ده. لايك قبل ما تبداي الفيديو معايا كده، وكمان لو مش مشتركه ولسه بتشوفي قناه جديده يا ريت تعملي سبسكرايب، وكمان تفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد هننزله الفتره دي باذن الله. اول حاجه كده انا جبت حاجات وحابه اديكي فكره الفيديو ده، ان يعني مش كل مره مثلا هننزل نجيب الحاجات شركات مثلا، او الرز والمكرونه مغلف شركات. لا، ممكن شهر مثلا نعمل كده ونجيب حاجات سايبه، بحيث ان احنا نقدر نوفر في الميزانيه عشان نجيب حاجه تانية. ازاي ده هقولهولك في الفيديو، بس تعالوا كده نقول لكم الاسعار ونشوف الدنيا عامله زي ايه. انا جبت الرز ده كان ب 23. الرز دلوقتي بيتراوح من بين 23 25 26 في الحدود دي كده، على حسب المكان اللي انت بتلاقي منه. حاولي تدوري على عطار يبقى كويس كده جنبك وشوفي عنده الاسعار دي. وجبت كمان سمسم. السمسم كان عامل الكيلو 160. وكمان جبت لبن بودر، الكيلو كان عامل 240. ودي الذرة كيلو كان عامل فيه 40. وعلبة الماجي دي كانت عاملة 35. وده دقيق سايب، الكيلو فيه عامل 16. انا عندي اوريدي دقيق مغلف، بس جبت السايب ده عشان هعمل بيه شوية حاجات وافكار حلوة قوي هقولك عليها. المكرونات كانت عاملة 18 جنيه، بس السباكيتي اللي هي مثلا قوقعة او السوسته، اللي هي الحاجات اللي بتبقى اشكال تانية، بتبقى عاملة حوالي 20 جنيه. تمام. وجبت فانيليا دريم عاملة 5. الحلو الشام العصير ده حلو، البودر ده حلو جدا عامل 5 برضو. كوكس بيكنج باودر كان عامل 6. بهارات فراخ باب الشام دي انا كتير قلتلكوا عليها حلوة جدا جدا، دلوقتي عاملة حوالي 26 جنيه. تمن الكمون 30، جبت ب30 فلفل اسود، وجبت كمان ب20 بابريكا مدخنة. بصوا انا مش بنزل اجيب تمن اجيب ربع، لا انا بنزل، انا بعمل مثلا ليميت للفلوس هجيب بيها. سي مثلا هجيب ب30 فلفل، ماليش دعوه بقى الفلفل التمن ب40 التمن ب50. ده لو هجيب مثلا، انا لو رايحه اجيب مشتريات مثلا ربع فلفل كده هعمل حسابي، لكن انا عامله حساب مثلا سي 100 جنيه بهارات. ال 100 جنيه دي بوظفها في الحاجه اللي انا محتاجاها. مثلا مش عايزه الشهر ده كزبره، مش عايزه الشهر ده مثلا شطه، عندي موجود فيها، ابتدي اجيب بالمية جنيه دي الحاجات اللي انا محتاجاها. تمام. ده هيفرق معاكي اكتر ما تنزلي تجيبي تمن، هتخشي في مبلغ كبير، والحاجات دي هتكفي معاكي اكتر من شهر. فهاتي على قد استخدامك بحاجات يعني، وحاجات باكتر شوية. بس اعملي مثلا انا عاملة ب20 جنيه مثلا لا وليكن مثلا فلفل، فهو ده اللي هجيبه. تمام. نخلت بقى هنا الدقيق زي ما انتم شايفينه كده وحطيته في العلبة. ده هيعمل ايه لما بتدخلي الدقيق؟ بيبقى كده عامل فلافي كده وحلو في الكيك او في المخبوزات. هنيجي ناخد منه تاني واحنا بنعمل مخبوزات او كيك، هنقوم نخلينه تاني. فانت كده دخلتي الهوا في الدقيق مرتين، او نخلتي الدقيق يبقى معاكي مرتين، بيبقى حلو جدا. تمام. ببدأ زي ما انتم شايفين كده، الحاجة اللي اطلعها امسحها كويس جدا وابتدي افضي فيها الحاجات بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده هبدأ امسح الحاجة واحط فيها مثلا المكرونة الدقيق زي ما انتم شايفين. الترتيب ده بيفرق معاكي جدا جدا في وقفتك في المطبخ. بتبتدي مثلا تطلعي الحاجة اللي انت هتستخدميها على طول قدامك، مش بفتح كيس واخد منه شوية واحطه في الضرفة الكيس يقع منه شوية تاني، لا. الزيادات انا هحطهم في التربو، وعلى قد استخدامي بعملهم في ضرفة الخزين اللي انا حاطة فيها المكرونات والحاجات دي. اللبن باودر زي ما انتم شايفين فضيته في العلبة بتاعته برضو، وكنت حطيت فيه معلقة. الحاجات دي بتسهل عليكي انتي وقفتك في المطبخ. طبعا طول ما احنا واقفين ما ننساش كده ذكر الله، الحوقلة، الصلاة على النبي، وان احنا نستغفر كتير.
الحاجات دي بجد يا بنات بركة، وبتديكي كده ايه، طول ما انت واقفة بتحسي انت يعني مش واقفة بس على الفاضي كده بترتبه كده، لا كمان يعني بتعملي نفسك زي ورد كده تخلصيه مثلا. طبعا الشعرية من الحاجات الموفرة جدا 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 معاكي في فطار او عشاء، او كمان بين الوجبات كده للاطفال بتعمليها شعريه بلبن كده، بتبقى حلوه جدا، بتوفر معاكي قوي قوي قوي. يعني لو انت النهارده عامله لهم غدا، يعني مثلا بواقي اكل من امبارح والولاد اتغدوا، هيجي على بالليل هيجوعوا، بدل ما تطلعي مثلا الجبن، واحنا دلوقتي في ايام مدارس بنحتاج الجبن واللانشون والحاجات دي للسندوتشات، فلا دي تخليها زي ما هي لللانش بوكس، تعملي لهم شويه شعريه كده بلبن، تعملي لهم حبه لسان عصفور وتبشروا لهم فيها جزرايه. الحاجات دي مفيده جدا، وهتوفر معاكي ميزانية الجبن والجبنة والحلاوة والبيض والحاجات دي هتوفريها بس لللانش بوكس. بص الرز ده هو من نفس الرز ومن نفس الراجل اللي انا كنت جايبة منه ايه الشهر اللي فات، فكان من باقي عندي حوالي كده كيلو ونص او 2 كيلو، برضو اديت لي العلبة مسحة كويسة. وده ورق لوري، بحط في الرز كده ورق لوري وشوية ملح علشان امنع اي حاجة بقى من الصوص او الكلام ده يجي في الرز. هبدأ ان انا اجيبه كده على جنب شوية، وهفضي بقى ال5 كيلو التانيين عليه، وتجيبي على حسب يعني انتي تشوفي بقى. مثلا انا الشهر ده مثلا بستخدم 6، انا لقيت عندي رز فكيلو رز ابو 23 اللي هو في ال6 دول، لا هجيب 5 بس، وال23 دول مثلا ممكن اجيب بيهم كورن فليكس للولاد، ممكن اجيب بيهم مثلا نوع بهارات تاني انا محتاجاها، ممكن اكمل عليهم واجيب مثلا علبة كاتشب، فاهمين؟ وبالنسبه للدقيق، انا عشان كان عندي دقيق فجبت 3 كيلو. ايام المدارس دي لازم تخلي عندك في البيت 3 4 كيلو دقيق، وتعملي مخبوزات، تعملي الحاجات دي تفرق معاكي قوي. بص تيكر اللي هي كلمه الرز البلدي دي كانت ابتدت تفك كده بالشمع، وعملتها كده من الاجناب وخلاص، بدل ما حرام بقى تتفك وتترمي، وانا حابه يعني شكلها. هنمسح برضو العلبة كويس قوي. انا رش على الجوانتي ده كده شوية بريكس كده بمية بخل بسيط قوي، وبلمع بيه الحاجة بتاعتي. البهارات برضو دي اللي كانت ناقصاني طلعتها زي ما انتم شايفين كده. انا كنت جايبة ب10 قرفة 10 كركم، وكنت جايبة تمن كمون، وزي ما انتم شايفين بهارات فراخ وفلفل اسود. ما جبتش بهارات لحمة، عندي بهارات لحمة، توم باودر بصل باودر موجود، فاهمين؟ تجيبي زي ما قلتلك مثلا تطلعي ميزانيتك في البهارات بقى 100 150 200 على حسب الميزانية اللي انت هتعمليها، وتنزلي تجيبي على قد ال100 جنيه، مش تجيبي اتمان ارباع، لا كده هيوفر معاكي اكتر. طبعا كل ما بنبقى مخططين وعارفين احنا هنعمل ايه ومظبطين كده نفسنا بالورقة والقلم، الحاجات دي بتفرق معايا جدا. لما بنزل اشتري الحاجات دي بيبقى معايا ورقة وقلم كاتبة فيها كل اللي ناقصني، بحيث ان انا لو جبت حاجة زيادة انا عايزاها ما تعداش الحاجات اللي انا عايزاها اكتر، فاهميني انا قصدي ايه؟ يعني طبعا احنا بننزل بيبقى نفسنا نجيب حاجات كتير جدا، بس في الظروف اللي احنا فيها دي هاتي الاهم فالاهم فالاهم. اما بالنسبه للرفاهيات مش هقولك مش هنجيبها، لا هنجيبها، بس مش هنجيبها كلها. يعني مثلا مش لو عندك 3 4 حاجات رفاهيات انت عايزاها، كل شهر هاتيلك منها حاجه واحده بس، كده هيبقى احسن ليكي وتوفير في ميزانيتك كمان. بصوا البابريكا انا لقيت هنا شويه ودول ما كانوش مدخنين، فمرضتش احط البابريكا دي عليها، هخليهم لما استخدمهم احط البابريكا الجديده. وكمان كيس الملح ده اللي هو تاج الملوك ده انا كنت جايباه حلو جدا، هبدا ان انا بفضي فيه الملاحه اللي هو برطمان الملح الصغير، والبرطمان الكبير ده اللي بقى بحطه في غسيل الفراخ والبانيه والحاجات دي، عشان ما امسكش يعني برطمان التوابل اللي انت شايفينه اللي بحطه ده فيه الملح، ما امسكوش وانا جايه بفضي مثلا بغسل اي فراخ او كده، لا عامله برطمان تاني للحاجات دي. زي ما انتم شايفين والله العظيم ما اخدت الساعه في المطبخ، وكنت رتبت خزين الشهر، وكمان مسحت الحاجه اللي محتاجه تتمسح، ونظمت وكل حاجه. السمسم ده انا جايبه اكتر من ربع كيلو، فضيت كده في البرطمان السمسم ده زي ما انتم شايفين للمخبوزات وكده، والباقي هنعمل بيه طحينه مع بعض.
الماجي مش بحب اسيبه في العلبة كده، بقطعه زي ما انتم شايفين كده وبفضيه في برطمان، بيبقى اريح لي في الاستخدام. بتاخدي واحدة بواحدة كده ومش بيتقطع بقى ايه من بعض ما بتيجي ايه تاخديه من العلبة كده، ممكن تقطعي ترمي حاجة، فلا، احنا نحافظ ونرتب دايما، يبقى حاجتنا مرتبة وحلوة. خلصنا كده كل خزين البيت من البقوليات والرز والمكرونة. تعال نخش على المنظفات وهقولك ايه التركات اللي استخدمتها في التوفير في الشهر ده. كيس الباهي ده 620 جرام ب30 جنيه، بس كان محل المنظفات عامل عليه عرض ان هو ب25 جنيه، يعني الاربعة دول كانوا عاملين 200 جنيه. انا كنت اجيب كيس الاوكسي ال2 كيلو بكام؟ ب200 210. فلما حسبتها دول عملوا على الميزان 2 كيلو ونص و30 جرام ب100 جنيه، فده طبعا اوفر لي جدا جدا. جبت كمان فريدة معطر برائحة النظافة ما بقدرش استغنى عنه، ده ب35. صابون ريفيلو ده ريفيلي كان عامل الاربعة ب45. مورال التلميع الخشب كان عامل 40 جنيه. وجبت 2 كده باكت فاميليا، الواحد كان عامل 10 جنيه بكر. والبريكس ده الكيس ب3 جنيه او ب2.5 على حسب المكان اللي هتجيبيه منه. الوايبس ده كان عامل 15 جنيه، بجيبه عشان بستخدمه كتير. جبت كمان برسيل جل 3 كيلو ب21، الكيلو كان عامل 7 جنيه. بينفعني جدا جدا في الغسيل الاسود، في بستخدمه في تنظيفات فوط المطبخ، في حاجات كتير. جبت كمان 2 كيلو كلور، كان عامل الكيلو ب4 جنيه، جبت ال2 كيلو ب8 جنيه. وللمصداقية انا مش كل شهر بجيب الكلور سايب كتير، بجيب اللي هو الكلولير او البريكس عامل برضو كلور، الازازة ب15 جنيه، حلوة جدا. بس الشهر ده عشان زي ما انتم شايفين انا كنت حابة اجيب المورال بتاع ملمع الخشب، وده كان عامل 40 جنيه خارج ميزانية المنظفات اللي انا حطاها. فابتديت ان انا بدل ما اجيب ازازة كلور ب15 جنيه، لا هجيب 2 كيلو مثلا ب8 جنيه. بدل ما اجيب مثلا جيركن مثلا برسيل جل سي مثلا ب 60 70 جنيه، لا هجيب ده. انتوا فاهمين انا قصدي ايه؟ طيب كل شهر بجيب حاجة محتاجاها في المنظفات بتاعة البيت، اللي هي مثلا زي ملمع الخشب او الزجاج. الشهر اللي فات كنت جايبه جلاسي، ده كان ب45 جنيه عبوتين، وده مش هيقعد معايا، هيقعد معايا مش اقل من 4 شهور مثلا. تمام. والمرار بتاع الخشب ده برضو هيقعد معايا مش اقل من 3 4 شهور. رشة بسيطة كده. فالفكرة ايه بقى في ده؟ ان انت كل شهر هاتي حاجة واحدة من المنظفات دي. شهر اجيب مثلا منظف للبوتاجاز، شهر اجيب ملمع للزجاج، شهر اجيب ملمع للخشب. الحاجات دي تفرق معاكي جدا، لو جبتيها مره واحده الميزانيه بتاعتك هتخرب منك جدا. زي ما انتم شايفين فضيت كده البرسيل والكلور في الجراكن دي، وبرضو اديتها مسحه حلوه كده علشان الحاجه تبقى شكلها نضيف وكويس. جبت كمان الرول بتاع الالومنيوم ده تقيل مش خفيف، ب25 جنيه، علشان هعمل بيه حاجة كده هبقى اوريها لكم الفيديو الجاي ان شاء الله. تعالوا كمان نرتب الحاجات اللي احنا جبناها ونفضي كده. زي ما انتم شايفين الباهي باهي حلو جدا وريحته تحفة يا بنات. بدي برضو الجردل بتاعه ده مسحة كويسة وهبتدي افضيه فيه. اتمنى تكونوا النهارده استمتعتوا معايا بالفيديو واخدتوا شويه افكار من اللي انا قلتها لكم. احسبيها صح، احسبيها صح، دي بجد هتوفر معاكي جدا جدا جدا. انا ممكن كنت اجيب زي ما انتوا عارفين الاوكسي ال2 كيلو، لا جبت بنفس الثمن، جبت الباقي 2 كيلو ونص، فده يفرق معايا اكتر. تمام. التركات دي ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تحسوا ان انتوا استفدتوا كده ولو بحاجة صغيرة من الفيديو. اتمنى اشوفكم في فيديو جديد، واتمنى بجد ما يعني تسيبولي كده كومنت حلو وتقولولي رأيكم في الفيديو. ما تنسيش اللايك والاشتراك، ويا ريت لو كمان تشيروا الفيديو لاصحابك علشان هما يستفادوا وانا كمان استفاد واتشجع واعمل لكم فيديوهات جديدة. اشوفكم باذن الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.